هلا حبايب، رب تكونون بصحة وسلامة وعافية وتوفيق والنجاح دائم إن شاء الله. حبايب لنا روتين جديد وأكلاتنا طبعا جديدة. طبعا أكلاتنا هي المفضلة اليومية طبعا. اكو طبقات حلوه طبعا، اكو طبقات بالسمك. الروبيان والسمشنا هذا العادي اللي نشتريه، وانواع الاسماك طبعا هذا موجود، كله موجود. لكن الواحد يحير يعني شنو اللي يطبخ هو يوميا. اسرع شيء هو الكباب، اسرع شيء. طبعا الكبه اللي تكون الكبه معجونه وصايره ملفوفه ومحطوطه بالمجمده هم تكون سريعه، اللي هي البرغل ادي الحلب. لكن مع الاسف اولادي ما ياكلون الكبه ولا يحطوها ولا ياكلوا ولا يطيقوها. بس حسب اللي يطلب من عندنا ها هي. لكن ما الاولاد ياكلون كبه ما ياكلون كبه هو هذا احنا هيجي. بس الكباب لا، ياكلون الكباب، ياكلون يا الخضره، الشوربه، البوتيتا. كنا هيك اولادنا اللي هو عايشين هنا. حبايب اليوم راح نسوي روتيننا، هو راح نسوي كباب بوتيتا. ونسوي الكيكه. طبعا تشاركون تشوفون اكلاتنا ان شاء الله تعجبكم يا رب. اول امس كان عندي كلش يعني تعبانه وحالتي مدهوره يعني. مستعجله دا ادور هاي البزونه عذرا قطط طب من ورقنا، فانا اركض يعني اركض حالتي حاله. لكن الحمد لله على كل حال. دا ادخل اركض دا اعدل القنفه. طفر صبعي عن اظفري، يعني عذرا اي صبعي عن الاظفر طفر طح من غير مكان. ادور على ظفري ما هو، والله ما هو. يعني ايدي تملخت الامور كلها، يعني قلت يا ربي شنو هاي. سلافتها حبايب يعني ما ادري، يعني باكر اذا نفس الالم نفس الحاله يعني اشوف شلون دكتور يخابر او اروح مستشفى او شيء. هذا حالتي وهاي اموري. شوفوا حبايب، طفر الاظفر عن الاصبع. انا اقول لكم طفر الاصبع عن الاظفر عذرا، لكن طفر يعني بعد ما اقدر اتحمل الالم. الصريخ. لكن حبيبه قلبي هاي شمه. هي هاي يعني تباع على الشيء. باقين والله كلهم دراسه ويجون متاخرين، لازم انا اقوم واجبهم، لازم انا اقدم الاكل، لازم صعب، الحياه صعبه. فما شو دربي اركض. الحمد لله على كل حال حبايب. تعالوا نبدي حبايب بأكلاتنا، وإن شاء الله كل أكلة اللي نسويها تعجبكم يا رب. يلا حبايب، طبعا أنا أجيب دائما البصل الأبيض، هذا أحبه ويا الكباب. حبايب يستخدموا هذا البصل للكباب، حشوة الكبة يخبل. ما أعرف ليش طعمه خاص هذا البصل. أكو ناس يقولون استخدمي البصل الأحمر. الأحمر هذا مال الهنود، هو هذا مالتهم، هذا مخص إلهم. حار جدا حار، لكن ما أحب أستخدمه جدا قوي. أنا أستخدم هذا البصل، حتى مطاعمنا هنا أهلنا وناسنا يستخدمون هذا البصل، أنا شايفتهم طبعا. والطماطة جبت واللحم. تعالوا هسه نحضر المكونات ونقول بسم الله. جبنا حبايب البديتة على ما نقطعه ونحطه على اللحم. بس الكفوف لأن نسوي كل شيء قديم، كل شيء وجعني هاي الدنيا. صبحتي ما أدري شو أسوي له. ناس مسوين بلوك على متابعيني، ما أعرف والله دزيت لهم يعني رسائل يطلبون اعتذاري. هذا أنا هذا وضعي، ما أعرف ليش شنو اللي حبايب، شنو ليش يسوون هيك مسائل، ما أفهم ليش، ما أفهم. هو حبايب أنا أول ما فتحت قناتي مو هسه يعني قبل، يعني الحمد لله الناس الطيبة حبايب هواي جو هواي. يعني حتى من افتح لايف او نحكي بعض القصص لبنياتنا، نعطي نصائح لبناتنا ربي يحفظهن ان شاء الله، ما فيهن اي خطا بناتنا، وحتى اذا خطا يعني شنو عذرا يعني شنو ما يعني واذا خطأت البنيه يعني شنو، بس انا نقول خطأات كبيره. لكن يخطأ البشر يخطأ، احنا مو معصومين من الخطأ. فإن شاء الله من يسمع عن هاي النصائح، يسمع عن هذا، يكون عندهم توعية، يكون عندهم شغلات، يكون أحسن من البنية اللي كل شيء ما تعرف. يعني لا تحشون قدام البنية، ما يصير. هذا أكبر غلط حبايب. لازم الأم تعلم البنية من تبلغ، من يصير عمرها 13 ولا فوق، من تدخل حبايب سن المراهقة، لازم تكونين انت صديقتها، انت أمها، انت أختها، انت بالنسبة كل حياتها بنتج. ليش؟ على مود البنية من تطلع برا تعرف شنو الخطأ. أمي قالت هذا خطأ ما أقدر أطب له، هذا خطأ. لكن إذا إحنا حبايب نقول كله
ما يصير هذا خطأ، هذا ما أعرف شنو، ما تحشين قدام، قومي. هذا يصير بعدين بانفصام بالشخصية. شو يصير انفصام بالشخصية؟ هو من يكبر، من يصير عمره يعني هو من 13 12 يبدا سن المراهقة للبنت. احنا نحكي على البنت، ما نحكي على الولد، لأن البنت كلش إنسانة رقيقة، فلازم يكون عندها توعية ونشاط على مود تعتمد على نفسها، ولا تكون يوم من الأيام مكسورة. فمن تبدي حبايب من سن 12 و11 احنا نبدي نعلم بنياتنا. شنو نعلمهن حبايب؟ هواي امور نعلمهن. اجي الشاب يريد هيك مني شيء، لا مو وقته هذا، احنا بعدنا صغار. لا تعايل مدري شنو، الحب حلو، لا حب يا بطيخ، اني اريد اكمل دراستي، احنا بعدنا صغار. تعالي لا، احنا بعدنا صغار، مو مال حب وغرام، لان الحب والغرام حبايب ما يفيد بهذا وقتنا الحالي. لان اذا كان بينا حب وغرام وعشق، لا هو شبو قليل البنية، اذا هي من عمرها 13 14 يبدا حب وغرام. لا اين المعارف اللي يقول على بناتنا احنا ما حاكيين على ضد شيء يعني نقول ضد الشرع او ضد القانون، لا مو هذا فكرنا. لكن الفكرة الصحيحة حبايب لما البنية يكون عندها توعية من امها من طالعين بالشارع ماما هذا غلط هذا صحيح، لا تضحكين لا تتفتين، كوني عندك قوة، يكون عندك عزيمة، يكون عندك شجاعة. لأن احنا من نعلمها البنية خلاص. ايش قد نعلمها حبايب؟ هي من طب سن 12 العشرة والتسعة بعدها طفلة، لعاب ما لعاب، لكن من تخلص ألعابها تنضج إلى غير مسائل. شلون؟ في اللعب والطفولة تبحث على شيء آخر وهو المراهقة، تنتبه لجسمها شنو هذا، تبحث. لكن إذا الأم وراها ماما هذا غلط هذا صحيح هذا هيج يصير عندها توعية، والبنية تتقرب على أمها وتطلع مثل أمها، حبيبة حلوة تخبط شريفة عفيفة دارسة مثقفة. هذا الجيل احنا نريده هيجي. ربي يستر بنياتنا حبايب وين ما كنتم، صحة والسلامة. فهاي التوعية حبايب مو كل شيء احنا اكو مع الاسف حبايب بنياتنا يعني عرضا للضرب. هذا غلط. اولادنا مو للضرب، احنا جبناهم لهالحياة مو للضرب، احنا جبناهم لان هم قطعة من قلوبنا، احنا نعلمهم والباقي على وجه الكريم. يقول رب العالمين اسعى يا عبدي واني وياك. فالحمد لله على كل حال حبايب. هاي الدنيا شو اللي نسوي؟ ان الله كل شي خرع بهاي الدنيا حبايب، كل شي خرع. الدنيا صارت مآسي اسم الله يعني. وتسمعون حبايب انا ما اريد يعني اقول، بس والله يعني كل شي زاد، هاي الدنيا كل شي زاد، خيانات، المسائل الكبيرة، الابن يضرب أمه، الابنية مدري شو يسوي ببيتها بأمها وتروح. الأم يا ناس، الأم هاي كلها مشاعر حبايب. الأم ليش يعني كل هذا؟ والله شنو انت صيحتي علي، انت غلطتي علي. ماكو أم تغلط وصيح ببلاش، وماكو أم تشكي الله ببلاش. أنا أعيد وأكرر ضد الضرب، احنا ما جايبين طار الضرب، لكن الأم من تبكي أو تصيح وتنقهر الله لعدها قد مضغوطة، شلون ضاغطة عليها السنين والحياة التعب. هاي فوقها انتو دور على الأم. لا، أنا أجي لأمي وأقول لها شبيك يمه من مضوجك حبيبتي، شوف ربك شي يسوي لك. فإحنا لا نزود على أهلنا مشاكل الحياة والأمور، كافل بيهم. فإحنا شو نسوي حبايب؟ نكسر ونجبر. ليش؟ على مود نعيش صح. ليش يقولون نكسر ونجبر؟ إحنا نربي ونطي لكن نرخى وياها على مود ليش الحياة تمشي صح حبايب.
فهذا الأمور حبايبي لازم هذا يكون عندنا بهذا الشيء. فهواي البنية ما أدري، والله أنا أعرف ناس يقولها والله ما سويت لها شيء زهرة والله، لكن هي عافتها وراحت. هاي الدنيا سويتي يعني شنو سويتي؟ تقول لي ما سويتي لها شيء، ما سويت لها شيء. تبكي خطية، تبكي وتقول لي أني ما نشفت عيني من يوم اللي هي سويتها هيك بيا وراحت، تقول ما نشفت عيني. أنا ما أبكي وياه والله بدون يعني أنا ما أبكي. شنو الإنسان هو هاي الحيوان حبايب أقرب، إذا شوفه يتألم أو شيء تم يمك بدش يصير بيك. كيف البشر يتألم ويبكي قدامك؟ الله أكبر. هاي قطعنا بهذا الشكل حبايب. شوفوا طبعا جبنا الكرفس، هذا جبته حبايب كان بالثلاجة. هذا النعناع ما شكل طيب. هذا جبته، تدرون هذا جبته من الأجورود والله صار لي أسبوعين. واو. والكرفس اللي خبل الجنة صار لي أسبوعين. تلفوه بكيس حبايب مثل هاي النوعية كيس بدون غسل. حطوه ربوا الكيس، حطوه بالمجر حبايب، مجر الثلاجة، وستوا المجر يظل شهر كامل ما يخرب. لكن إذا غسلتوه وحتى إذا تنشفوه، أنا كله حتى اشتريت هاي مال ينشف كله كذي بسرعة 3 أيام ألقاه خربان. هذا الشكل أسيطر إنه طبعا غسلوه ماكو أي نتيجة، ماكو أي مانع عذري. هذا الكرفس. هنجيب الطماطة بعدين لا أغسلها، هلا أوخر هاي. نغسلها حبايب زين عدل لأن ما مغسولة الخضروات، على مود نفرمها بالثرامة ونحطها على اللحم المثروم. طيب حضرنا الثرامة، غسلنا الخضروات، حضرنا المصفي والماعون. شوف حبيبي ليش حضرنا المصفي والماعون؟ من نفرم الخضروات نحطها هنا. ليش؟ على مود مي البوتيتا والبصل والطماطم كله شوية يسيح، بعدين نحطه على اللحم. لأن إذا حطيناه هو الخضروات هو مية على اللحم راح يخرب الكباب بعد ما يتقلى عدل، يعني يعذبنا. لازم نحط بعد كميات كبيرة عن بالطحين. فلا ليش نحط كله عن مقادير. وحتى الكباب إذا بالثلاجة غطيناه، مثلا واحد يريد يسوي الريوق طيب، عشاء طيب الكباب، حتى الغدا طيب، نريد نسويه هم يتقلى عدل وما يحترق بالزيت، ما يصير الكبابة لونها اسود. جربوا هاي الطريقة. بس حاول اشوفوا راح بسوي خليه لا تقولوا لي مو اريد وما اعرف، لا فرموه كلش ناعم حتى يتلابس ويا اللحم. الماء مفروم سووه بهاي الطريقة. شوفوا حبايب
نديره هنا وخلفه تماما. شوفوا مباشرة هنا. هو المي شوف شلون ينزل، بسرعة ينزل المي حبايب. شوفوا مباشرة ينزل المي. وشوفوا حبايب اكو يصير هذا خلوه عمود ينثرم ويطفان عادي. نثرم الطماطة ونبدي حبايب شوفوا صحيح صار شوربة، لكن احنا راح نصفيه بهذا الشكل. أريكم هنا دقيقة. شوفوا هو ينزل على كيفه لمدة 10 دقائق لا أكثر، 10 دقائق. نثرم مرة ثانية. بقت عندنا أخير خلطة. الطماطة والله يعني تعطيه الكباب هالطعم خاص. الكباب والبوتيتا حبايب ثرموا وياه. الطماطة والبوتيتا عذرا، البوتيتا والطماطة يعطي طعم للكباب. أنا أعتذر والله دايخين. أنا أعتذر. شوفوا حوالي شلون يطلع باع المي. راح بنوصل هذا. شوفوا هسه شو نسوي بهاي الطريقة. شوفوا نقلبه حبايب. كانت عندي زميلة كنا نطلع من الكولج تيجي وياي من الدراسة، تقول لي زهرة شو اليوم طبخة؟ أقول لها راح أسوي كباب. واو هي جزائرية، تقول لي كباب؟ أقول لها إيه كباب. قلت لها تعالي ما تجين تتغدين يمي. قالت لا مش مستحتي البنية. قلت تعالي والله تعالي يمي، لأن احنا كان بيتي قريب على الكولج ماكو 5 دقائق هنا، هي وكانت بعيدة. فخبرت زوجها كان بالعمل، قالت له أنا راح ويا زميلتي زهراء. قالت إيه روحي عادي، ويعرفونه يعني وادم جتي خطية. فشافتني أسوي هاي الطريقة، قالت يا زهراء هذا الكباب كله راح يخرب. قلت لا ما يخرب. قالت والله راح يخرب، راح يطفر بينا بالدين. قلت لها أتحداك. قال شلون أتحداني؟ شلون تتحديني؟ قلت لها شوف أنا حسويه قبالك وشوفي. وصدق حبايب سويته قبالها وصفيت المي وسوينا الكباب. وقالت يا ما احلاكي يا زهراء انا باكر اسوي هذا الكباب. وصدق سويته ونجح عندها حبايب. فواحد نسوي هاي الطريقة. شوف حبايب شلون نشف ماكو حتى ما صار له 10 دقائق. شوف شلون نشف هاي الطريقة. نديره على اللحم، نديره حبايب على اللحم والطحين وكذا. راح اشوف الوصفة قدامكم. هسه شو نسوي حبايب؟ نشيل هاي الهوسة كلها، نجيب اللحم يعني هالامور كلها شي لازم اكفها على مود. نجيب المواد الاخرى ونسويها قدامكم حبايب. صفينا المي من الخضروات وحطيناه على اللحم. شوفوا ماكو اي مي صافي.
هسه شو نسوي حبايب؟ اللي هو تتبيلات. اول شي حبايب حضرنا طحين، انتوا شقد ما تحبون تحطون طحين حطوا كيفكم حبايب. انا احط بس 2، هاي واحده وهاي 2، وانتوا شقد ما تردون حطوا حبايب. طبعا الكباب اي بهارات لا تضيفون، اي بهارات لا تضيفون على الكباب عدا ملح الخضروات والفلفل الابيض بس، على مود الكباب تبين ريحته. هذا الفلفل وهاي ملح الخضروات حبايب. واذا تريدون تضيفون شويه من الثوم الباودر شويه اذا تريدون. اوكي هذا كله حبايبي تقدرون تضيفوه للكباب، لان اذا ضفنا بهارات اكثر من اللازم نحطه للكباب تروح ريحه الكباب. وقبل كانوا اهلنا ربي يحفظهم يضيفون قبل كان الكركم، يضيفون لحد الان يضيفون الكركم للكباب اهلنا، بس انا ما اضيف لان اولادي ما يحبوه، فاضيف هالمواد تعلموا عليه على هاي نوعية الكباب. هسه حبايب معجن ما اقدر اصبعي قدر الله بدي نعجن. ما اعرف اشتغل بالايد اليسار. وهذا شكله شوفوا، هذا نحطه على حده. هسه هم اشيل هاي الهوس حبايب. حطيت البوتيتا ويا المي وراح نحطها على النار. جبت البيض حبايب خلها فرغت. اوف يا شمه اوف شو مسويه. جبت بيض، لأن الصراحة هذا البقال يمي الله يسامحه يبيع لي العالم اكس 5 في نصب بيته ما يخالف الله يسامحه. لما اكلت حسيت الطعم مو طبيعي، البيض ما تقدرين تاكلي يعني عذرا الزفر قلت هذا خربان. وش قد هو حبايب نشتري من عنده وجاء لي يعني اخ معميل شلون نقول نشتري هواي من عنده، نشتري الكريمة الفانيلا للكيك، لكن مع الأسف هذا البشر ما تحزري بس يلمون فلوس براس الناس اللي فقرة، لأن احنا خوش أوادم، إذا مو خوش مو أوادم كانوا بعلي البيض، لكن خلاه براسي من ذوك قلت شنو البيض؟ ليش تشي ريحته تلعب عذرا تلعب يعني نفس ريحة الأسلام. جبت بيض وجيت أحسن لي. هذا ماركات كبيرة يعني سوبر ماركت كبير حكومي ما عندهم لعب. حطينا البيض حبايب هنا، وطبعا الكريمة شانتي الفانيلا الطحين. خلوا اروح اجيب الطاسة حبايب. هسه نسوي طبعا الخضرة، لازم ناكل خضرة الكباب هذا ياكلنا العراقي، ويا النعناع طبعا اكيد النعناع. وطبعا بذيك المناطق اللي نروح لها هي العربيه حتى ريحان يبيعون، لكن مو كل محلات تكون يعني معروفه، اللوبيا كذلك يجيبوها، لكن يعني اذا نريد نروح نجيب لوبيا يعني نرجع ثاني يوم الصبح مكانات بعيده، لان كل العرب هناك ساكنين الله يحفظهم، مناطق يم مناطق فهناك ساكنين يعني أخوة وناس الله يحفظهم، لكن إحنا متفرقين كل واحد يذبب بجهة. الظروف حبايب حاليا اللي هي هنا حبايب جدا جدا صعبة، مو مثل قبل يعني ما أدري إن الله وخطية يعني داخلين هنا الجداد، الناس اللي داخله هنا الجديدة من نوع المهجرين خطية، تشوفون هواي صعوبات بحياتهم مساكين. يعني أريد الله سبحانه وتعالى اللي هم صاحبين عوائل أكيد أن يفرج همهم ويفرح قلوبهم وييسر أمورهم. دائما حبايب قولوا هذا الدعاء، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. انتوا تمشين حبيبتي، انتوا تقعدين، انتوا تطلعين، انتوا تحجبين أولاد المدرسة وين ما كان، هذا بقلبك تمشين وتحكي والله العظيم دائما هذا رب العالمين يشيل
ويعطيك يا روحي، لأن الله ما ينسى عبده. واحنا كنا هنا، احنا كنا هنا أخوة، لكن اللي جايين جداد حبايب كلش يواجهون أشياء صعبة هنا خطية. ما أعرف ليش القرارات صارت صعبة، ما أعرف. الاقتصاد وقع، ماكو. نشوف دورات اريد اروح مكانات، يعني مكانات مال تصوير او شيء، ما يعني شو تصوري شيء، ماكو شيء، خراب، ماكو شيء جدا قليل. انا يعني اريد اروح واصور، اقول لها شو مش اصور ماما، ماكو باص تصعدين، يقول انا ذبش بغير مكان، دور من الصاعدين باص قلبك يحترق. يعني ناس معوقة، غير من واحد يصعد الباص أو الباص يلا أنت تحرك، نشوفه يقعد ويرتاح الرجال المعوق أو المرأة، يلا أنت تحرك الباص، مو لكن هو بعده بنص الطريق، بنص هذا اللي يصير هيك الممر مال الباص. يعني والله اثنين شفت أنا أول برحة، اثنين تعاركوا ويا الباص، لكن المعوق حبايب بس يظل يهمش، لا يقدر يدافع عن نفسه. ركضت وشاشم من لزمتني، وقالت ليش علاقة؟ قلت لها ماما يعني شنو وقع قدامي، رجال وقع قدامي. قالت لي ماما وقعد، قلت وخري. بعدين خطية ما حكى شيء، قعد على الكرسي. لكن انت بالباص انتو شبيكم؟ شنو القصة؟ هذول ناس خطية، هذول ناس معوقين. ليش انت بالباص غير توقف لما يشوفه يقعد ويرتاح يلا انت تمشي؟ لكن هو مشى. والله العظيم حتى انا بنفس اليوم شفت اثنيناتهم وقعوا، لكن مو وقعة قوية. لكن هم شوف رغم هم معاقين لكن هم أقوياء. والله اكو واحد على يمشي على العكازة والثاني على الكرسي المتحرك. أنا ما أدري نزلنا، احنا كنا نزله، لكن انتوا لو شايفين الطلق المشاة هذا على الكرسي المتحرك، راح له لا قال له افتح الباب، كلنا التفتنا، خواني ما اسمع، لكن رجت الباب رجة شو هاي شنو، وشفنا رج الناس والعالم شنو القصة. قال ما احترمني، قال له لا خلاني افتح، لا خلي افتح الباب علي عادل. مشى وانا بعد نص النزله خطيه فرفح خلاه وراح. كنا الاول جايز دورات حبايب هذول جائز عندهم بهم حالات نفسيه، جائز نقول بهذا الشيء، ما نثبت صدق كله على بالباص. لكن حالتين انا شفت ثلاثه، انا شفت بعيني. الله يستر، ويا رب وجاي جديد بحق هاي الليله فرح قلوبكم ويسر أموركم وتطلبون ما تتمنون، بحق محمد وآل محمد، بحق النبي وآل بيته. هاي الدعوة حبايب من قلبي، بأن يفرح قلوبكم وتخلصون وتقعدون تقولون كافي شبعنا قهر يا رب. ودائما حبايب اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب العالمين يشيل ويقول هاك يا عبدي، لأن الله متجارب حاشا لله، فكنا نواجه الوجهات الصعبة. وش نريد نسوي بعد؟ هي الحمد لله على كل حال. مهم كل الناس طيبة خير وبركة. حبايب هسه أروح أغسل الخضرة ونرجع ونبلش نشوف شنو الأكلة. هاي طازة، جبنا البيض وجبنا الفانيلا وجبنا الكريمة، ولازم بعد نحضر الدهن والطحين والحليب. خلوح أجيب المواد كلها أحضرها على مود نبلش بالمكونات ونقول بسم الله. مثلا حبايبي من إجوا البنات من الدوام، خليت أربعة بيض، حطيت نص كوب دهن. هسه شنو نضيف؟ هو نضيف الشكر، هذا كوب حبايب، يعني بنضيف خصوصا الشكر، كوب طحين كوب شكر، هيك القياس يكون على مود يكون الطعم معتدل، يعني الكيكة يكون طعمها معتدل حتى يكون عندنا معتدل، يعني على القياس 4 بيضات، نص كوب دهن، كوبين شكر، ونبدي نخلط بين حبايب لما كل شيء يذوب. لكن بهاي الكيكة حبايب شنو الغريب لهذا، احنا من نحط حبايب المواد هاي كلها وبعدين نحط الطحين وبعدين نحط الحليب، لكن بهاي الكيكة حبايب لا. شنو راح نسوي؟ نحط ويا هاي المواد اللي حطيتها نحط الحليب، شيلهم كل شيء مقاديره كل شيء. خلي عليك الفرن والصينية، ها لازم الفرن حار حبايب وتطلع لنا الأكلة مضبوطة. شوف هاي الأكلة شنو؟ الكيكة نحط حبايب كوب حليب، نبدي
بالخلط. نقول بسم الله. حبايب خلطنا المواد عدل، البيض والحليب والشكر والدهن كله خلطناه عدل المواد. هسه نبدي شنو نسوي؟ نحط الفانيلا. حبايب حطيت طبعا الطحين، حطيت كوب هذا، شوفوا نفسيته هذا. انتو شنو القياس اللي الكوب انتو اللي تسوون بيه نفس الكوب، تقيسون بيه الدهن، تقيسون بيه الشكر، تقيسون بيه الحليب، نفس الكوب لا يعلى عليه، لان اذا غيرنا الكوب تخرب الكيكه، راح تصير عاليه وناسيه. لازم بهذا حبايب، هذا الكوب انتو شنو اختياركم بالكوب حبايب تسووا. اوكي. هسه شنو حطينا الفانيلا ونحط البيكنج باودر. يوه شلون افتح البيكنج باودر وانا نروح الشم ما تفتحها اول شيء. فتح بيكنج باودر، فتحنا الغطاء. حبايب طبعا درجة الطحين قلت لكم حبايب نفس هذا الكوب، لا تنسون نفس الكوب اللي عندكم هو اللي موجود تقيسون به، يعني لا تقدموا ولا تاخروا، نفس الكوب اللي موجود عندكم تقدرون تستخدموه للكيك. اما الكيكه تطلع عندكم مضبوطه. خليت الطحين هو بهذا الكوب 2 كوبين طحين. هسه حبايب شنو نحط البيكنج باودر. هذا البيكنج باودر طبعا هذا البيكنج باودر يخبل يجن، راح اجيب عليه كميه هواي. حبايب قبل لا نخلطه بالخلاط نبدي نخلطه بهذه خاشوقه كبيره. هسه نجي بالخلاط. خلصنا الكيك الخلط، وهاي النتيجه. شوفوا هاي النتيجه طلعت عندنا مضبوطه. هسه ندهن القالب. حبايب بعيد واكرر المقادير. حبايب المقادير لازم تكون مضبوطة. إذا كانت المقادير مضبوطة للكيكة، أي أنواع الكيك اللي هي موجودة عندكم، تدون كيكة الحليب، تدون كيكة المكسرات، تدون كيكة بالمي ورد، تدون كيكة بالهيل، بالفانيلا، أنواع الكيك اللي هي موجودة بالبيض، أنواع لازم المقادير تكون ويانا على الدقة. حبايب ندير أول شيء زيت أساسي على مود لا تحترق الكيكة. نبدأ نخلط القالب عدل. هذا تشوفون أكيد، اي أنا أشوف من الكاميرا. حبايب ندير المواد ونقول بسم الله. خلصت حبايب دقوها بهاي الطريقة. ليش يدقون الكيك هيك 3 مرات 4 مرات على مود العجينة تنفرش عدل، ما يكون مساوى وما يصير اوجه. تاخذ قالب صحيح بهاي الطريقة. مش كافي ندخلها حبايب للفرن. اول شيء لا تنسون الفرن مشغليه قبل 10 دقائق على مود يكون الفرن حار ويستقبل الكيكة، والكيكة بسرعة النفخ بسرعة، بس تشوف الفرن حار هي تنفخ بكيفه وتاخذ اللون اللي احنا نريده، وبعدين شنو تطلع لنا الكيكه تخبل وتجنن. حبايب نفتح الفرن نحطه. خليناها. هسه حبايب تعالوا يعني نسوي الكريمه. نخلص الكريمه نبدي نقلب. حضرنا الكريمه قصت عندنا الحمد لله، لكن شوفوا حبايب بعدها ثخينه ندير شويه الحليب. نريد اكون صاكه. شوفوا حبايب هاي كملت عندنا. نحطها بالثلاجة لمدة 20 دقيقة، وبعدين من نطلع الكيكة حبايب تبرد يلا نضيف الكريمة على مود يصير قالب صحيح. اوكي حبايب تعالوا هسه نبدأ نقلب. طيب الزيت حبايب نبدأ نقلب بسم الله. شوفوا حبايبي شلون الكبابة ناشفة ما بيها أي مي. شوفوا ما بيها أي مي. وايد ثانية. حاولوا حبايبي الكباب نشيلوها هيك. شوفوا حبايبي اثنيناتنا توهن
الزوجة واشقى على خطوبة، توها بنوتة تتعلم بيت أمها. حلوة الندارة حبايب وحلوة الشطارة. أنا دائما أعلم البنات على هذا المستوى. شوفن هذا المستوى، يعني لا يكون عوجة ولا عوجة هيك، هذا المستوى. هذا كبابنا الأصلي. هسه حبايب راح نطلع الوجبة. طبعا خلاص شي كباب. هذا شكل الكباب. هسه نحط الوجبة الثانية. حبايب طبعا الأكلة مالتنا خلصت، وهو الكباب والبوتيتا، وهذا الطبق مالتنا النهائي. شوفوا بوتيتا وكباب، شوفوا يخبل ويجنن. وأنا متأكدة كل بيت عراقي يعرف يسوي هاي الوصفات، وكلنا نحب الكباب، ماكو عراقي ما يحب الكباب. شوفوا يخبل ويجنن. وطبعا الخضرة شيء أساسي وياك، غسلناها ونظفناها وحضرناها. وطبعا الكيك حبايب هذا اللي هو كلش ثقيل، ما اقدرش والله التبسي هذا كلش ثقيل مال الفرن. شوفوا حبايب طلعت لكم الماعون بالتقديم كن اسرع. شوفوا حبايب شوف شلون العجينه هشه بسرعه تصير. سووا هاي الوصفه مالت الكيك حبايب على مود اذا انتم ما تريدون تخلون شيره ورا ما تسوي الكيكه، سووا حطوا البيض وحطوا الدهن وحطوا الشكر، وبعدين ما تخلطون ضيفوا الحليب وهم خلطوا على مود العجينه تكون هشه مال الكيك وما تكون قويه وتصير كلش طيبه. طبعا حبايب هذا الصمون، هذا الصمون اللي يخبل ويجينا صموننا العراقي. تدرون هذا صموننا العراقي، تدرون ايش قد نركب قطارات حبايب في سبيل احنا نروح نجيب من هذا الصمون؟ والله العظيم يمكن لو ساعتين لو 3 ساعات قطار ويطب تحت الانفاق في سبيل نجيب صمونتنا العراقيه. ليش حبايب؟ لان نحب هذا الصمون. بس انا مو البنات ما ياكلوا هذا الصمون. يردون خبزتهم اللي يبيعوه ذول الرومان شغلاتهم، خبزهم هذا اللي يبيعوه هنا اجيب لهم حبايب. هسه شنو نقول حبايب؟ بالعافيه على قلوبكم وبالعافيه على قلوبنا، ويا ربي ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله انتظروني على اكلات جديده وفيديو جديد، واقول لكم ربي يحفظكم يستر عليكم يوفقكم يا رب. كل الهلا بيكم حبايب، واقول لكم مع السلامه.